بسم الله بدأت وعليه توكلت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه قناة إبداعات ميادة، تحييكم وترحب بالجميع. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وسلامة يا ربي. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو مشتركاتي الغاليات نقول لكم مرحبا بكم. الدار راهي داركم والقناة راهي قناتكم. شرفتوني باشتراككم. اللي مازالت ما اشتركتش نقول لك اختي تقدري تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. من الوصفات السهله والسريعه اللي معتمدتها انا في قناتي اللي دائما تنحي علينا حيره. من بين هذه الوصفات هذه الوصفه تاع بطاطا كوشه اللي حبيت نشاركها معكم. ما شاء الله، يعني رجعت لكم بهذو الاكياس تاع الفور، يعني اللي درت معكم قبل الحميص فيها وبزاف اللي عجبتهم. وتقدروا تدخلوا الفيديو ترجعوا للفيديو. ديروا حميص في قناه ابداعات ميادة تلقاوه ما شاء الله، يعني جاي بنين وساهل. وخدمته تاع ليه تاع اللي ما حناش قاعدين، اللي ما عندناش الوقت، الملهوفات كما نقول لكم انا دائما اللي ما عندناش الوقت. ما شاء الله، يعني لقيت اعجاب بزاف بالفكره، يعني فكره ما شاء الله. حبيت نعاود معكم الفكره هنايا حبيت ندير فيها بطاطا كوشه بالمرقاز هنايا. ما شاء الله جات بنينه. في وقفه درتها يعني تنحي علينا حيره. البنات بالنسبه لهاد لي ساشي هادو، كاينه وحده قالت لي ماهمش صحيين ومانيش عارفه. مي انا نقول لك اختي وتي هادو راهم صحيين. نقدروا نعتمدوهم غذائيين، يعني نطيبوا بهم عادي وماهمش بلاستيك. هما مخدومين بواحد الماتيير هكا اللي تقاوم الحراره، يعني ماهم كون جاو بلاستيك وكي نحطوهم في السخانه راح يذوبوا. العكس هما راهم يطيبوا، يحافظوا على الطعم تاع الاكل، يعني ويحافظوا على القيمه الغذائيه تاعو ويطيب في وقت وجيز. ما شاء الله، يعني انا نعتمدهم من سنين ديما نخدم بهم. درت فيهم وصفات بزاف راح نشاركهم معاكم. هذه من بين الوصفات بطاطا كوشه، حاجه سهله. واش نحتاج فيها هنا؟ نحتاج حبيبات بطاطا هنا على حسب افراد العائله تاعك. نحتاج راس بصله كبيره، نحتاج 2 ثوم، حبه طوماطيش وحبه فلفل. هنايا اللي تحب دير فلفل حار دير فلفل حار، انا درت هنا فلفل حلو. ومن بعد قسمتها تاع البلاد وحدها وتاعنا وحدها. تاعنا درت فيها الحار، يعني تاع الكبار درت فيها الحار. تجي بنينه ما شاء الله. نحتاج حبيبات تاع مرقاز، يعني انا هنا درت غير 5 حبيبات تاع مرقاز هذا مكان. قطعت البطاطا تاعي بالشكل هذا راكم تشوفوا فيه، نديروها دوائر. البصله ثاني نحبوا نديروها دوائر كي تعود الحبه صغيره. انا هنايا درتها دوائر ومن بعد وليت درتها هكا شرائح لانه جات كبيره الحبه تاعي تاع البصل راهي كبيره. هنا الوصفه هذه تحتاج البصل، نديروا لها راس كبير تاع بصل وحبه كبيره تاع طوماطيش والثوم كما قلت لكم نرابيو الثوم والفليفله تاعنا ثاني نقصوها دوائر. هنا بالنسبه للاضافات البنات اللي تحب تزيد الزيتون، تحبي تزيدي زيتون الكحل ولا زيتون الاخضر. تقدري تزيدي هنايا الدبشه معدنوس. انا هنا ما كانش عندي دبشه معدنوس، مي يزيدوا فيها بنه ما شاء الله. كما قلت لكم هذه الطريقه سهله، يعني في وقفه ديريها خاصه للنساء العاملات، يعني كي تجي من برا تاع ليه. ثاني بالنسبه مرقاز، انا هنا درت مرقاز يعني باش يطيب لك ليه. هنا البنات ما نديروش الزيت كي نديروا المرقاز. متفاهمين في هذه؟ باسكو المرقاز راح يجي فيه نسبه كبيره من الدهون. ما نديروش فيه ما نزيدش الزيت. بصح كون نحبوا نديروا الدجاج، يعني نحبوا نديروا بنفس الطريقه هذه، تقدروا ديروا بولات تاع الدجاج. يعني الدجاج ترحيوه وتداويه وديري بولات هكا تاع الدجاج مرحي وتحطيهم معها بنفس الطريقه اللي درت بها انا الفيونداشي. تقدري دير عفوا المرقاز، تقدري ديري فيونداشي نفس الطريقه ثاني. ترحيه ترابي عليه الثوم، داويه كيما نداويو الفيونداشي، ملح فلفل الكحل وديروهم بولات وثاني وتحطيهم معها تجيك ثاني ما شاء الله. هما الفا نخدمها بها. تقدري تحطي مرصوات تاع دجاج هكذاك ثاني يطيبوا ما شاء الله، يعني يطيبوا كانهم في لاكوكوط، ما يديوش عليك كامل الوقت. هنا شوفوا البنات كملت كامل الدوات. راح نزيد لها الملح والفلفل الكحل وراح نقطع المرقاز تاعي هكا دوائر صغيره كما راكم تشوفوا. وفوالا يعني نحب نقسموها على 2 على 3 ونخلط المكونات معاها. يعني هنا كما نعرفوا المرقاز راح يجي مداوي ديجا من السم فيه التوابل. ما نكثروش بزاف التوابل، انا درت هنا غير ملح وفلفل الكحل هذا ما كان كما قلت لكم. والزيت ما نديروش الزيت باش ما يجيناش ميدمه بزاف. فوالا نخلطها مع بعضها.
خلط كل شيء مع بعضه. قلت لك بارد في بارد، يعني ما كانش وصفه اسهل من هذه، يعني عجبتني. نعتمدها غير كي نكون مانيش قاعده ولا ما عنديش الوقت ولا جيت من برا هكا مزروبه تاع ليه. فوالا حطيت الملح، فلفل الكحل، دوك نخلط كل شيء بارد في بارد. ونحط في الساشيات هذوك تاعي تاع الكونجيل تاع عفوا تاع الفور. يطيب تقريبا تحكم لك واحد نص ساعه، يعني خلطي حطي في الكوشه ومش. فوالا البنات هكا حنا نخلط كل شيء كما قلت لكم بارد في بارد. البنات كما قلنا الدجاج والفيونداشي ولا اي اضافات واحد اخرين، يعني ابار المرقاز نزيدو هنايا نص فنجان تاع الزيت، زيت نباتي عادي. باش يطيب لنا بيان. هنايا كما قلنا رانا عندنا نسبه الدهون، دوك يطيب يذوب هذاك الليدام اللي يجي في المرقاز، وتجي تما مديه حاجتها من الليدام. فوالا هنا راح نحط نديت جبت مغرفه كبيره حنحطها كامل في هادو الاكياس. البنات هادو الاكياس يجيو معاهم واحد شغل كيما سيلان هكا، كيما باش كيسموهم. المهم هادوك باش نقفلوا بهم نقفل بهم الساشي تاعي. سينو انا هنا ما عنديش، انا درت غير خيط برك، خيط غذائي تاع اللي نستعملوه في الكوزينه. عادي قفلت بها. البنات هنا الحاجه المليحه في الساشيات هذو انهم يطيبوا ما يخرجوش لوفار كامل تاع الماكله، يعني راح يكون القيمه الغذائيه تاعها تبقى كيما راهي، يعني كشغل راهي طايبه في لاكوكوط. فوالا هنا زدت شويه فلفل حار. قلت لكم في انا والزوج ناكلوا الحار، هما البلاد ما ياكلوليش الحار، درت لهم تاعهم وحدهم. يعني كي تعود عندك هكا تاكلوا كامل الحار، كي حتخلطيها كامل الحار في الاول معاها، وتقدري تزيدي ثاني مغرفه هريسه. هنا ما كانش عندي الهريسه، انا كي ديري الهريسه ثاني تجي ما شاء الله تجي بنينه كما الهريسه. البنات انا درت معكم كميه من الهريسه ما شاء الله جات بنينه، كي تلقوها في القناه، يعني بالفلفل حار تاع الدار نظيفه، يعني من خدمه يدك ما شاء الله. تقدروا تدخلوا ثاني القناه تلقاو الوصفه تاع الهريسه حاره في الدار ما شاء الله. هنا يا البنات بعد نص ساعه يعني كانت واجده. باش تعرفيها باللي طابت تسكي عليها غير هكا بالموس ولا بحاجه هكا تلقاي البطاطا طابت، يعني كي طيب البطاطا معناتها المكونات الاخرين كامل راهم طايبين. فوالا نفتحوها بهذه الطريقه. ما شاء الله ريحتها يا البنات روعه. واش نقول لكم بنتها راهي بنه كما راكم تشوفوا كلش راهو طايب. تبقى معاها شويه تاع لاصوص هكا من تحتها، يعني ما تجيش شايحه، تجي بنينه ما شاء الله يعني روعه. انا هي الولاد هنايا ماتوا عليها، هبلوا عليها روعه. انا يشتيوها هذه الاكله خاصه كي توجد ليه انايا بالنسبه ليا توجد ليه وما توسخيش لا بلاطوات لا كوكوطه لا والو. تما تاع مام في الماعن حتكون اقتصاديه، يعني من الماعن مش حتديري الماعن بزاف، يعني هكاك تخلصي ترمي هذيك الساشي صاي. فوالا هنا راني نسربي فيها كما كنت تشوفوا كلشي راه طايب روعه. البنات ما تنساوش بلي جامه البنات باش تعم الفائده، كما نحبوا كما نتفرجوا حنا حاجه هكا وتعجبنا ونستفادوا منها، ماذا بينا يستفاد منها اكبر عدد ممكن. وعلاش لا يعني هذه حاجه راهي قراطوي كما يقولوا، يعني كي نكليكيو على الجام هذاك، يعني جزاكم الله خير. راح نستفادوا كامل ان شاء الله. فوالا وبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم مع حباباتكم اللي عندها صاحبتها ولا حبيبتها اختها، يعني تحتاج هكا الوصفات السريعه هذه والسهله. بارطاجيو الفيديو معاهم، بارطاجيوه في الفيسبوك مع صحاباتكم. خليو الفايده تعم، خليو نستفادوا. انا شخصيا كي نلقى فيديو يعجبني ديما بارطاجيه مع صحاباتي ومع حباباتي، يعني حتى من جهه الاجر الانسان يربح اجر يعني باش ماشي غير انا نستفاد نتفرج ونقفل وصايي. فوالا كما كنتوا تشوفوا هنايا المرقاز راه طايب ما شاء الله، بطاطا ثاني طابت ما شاء الله، جايه بلا صوص ما تجيش شايحه. فوالا لي كومونتير الحلوين البنات خليو لي واش رايكم في الوصفه، واش رايكم في القناه. فوالا خاصه للمشتركات الغاليات، يعني اللي اشتركت عندي في قناتي نقولها راني فرحانه بكم بزاف، يعني اللي مشتركاتي نقول لكم حطوا لي واش اخباركم واش حوالكم، واش راكم تعديو
مع الوليدات كما راهم يقراو مع الضغط. حنا ولينا دوكا كيما اليوم رانا بداو يدخلوا يقراو، الوقت ما كانش، الراحه ما كانش، ما خاصه تدي وليداتها يقراو وتجيبهم. نحتاجوا بزاف الوصفات هذه السهله والسريعه. البنات شهيتكم في الجنه، نتمنى تجربوها وتنجح لكم الطريقه، وتخليوا لي رايكم في التعليقات. نتلاقاو في فيديو واحد اخر، مع السلامه.